أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي الأزهري ومع الفقه الشافعي وباب أو المقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة. ماشي يا أستاذنا اللي بتخبط عم الحاج؟ إزالة إيه؟ النجاسة. النجاسة هو الشيء المستقذر. الشيء إيه؟ المستقذر، قذر يعني. مستقذر يمنع من صحة الصلاة. حكم إزالة النجاسة واجب عند إرادة القيام إلى الصلاة. أقسامه عندي نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. هنشوف إيه الكلام ده. النجاسة المغلظة الكلب والخنزير مطلقا. أصل أنا بحب الكلاب يا شيخ والله، وأحب أجيب كلب لولو بوبو توتو وألف بيه في البلد، أجيب لك معايز أحسن استفيد منها. أجيب كلب أعمل به إيه؟ والحكم الشرعي إن أنا أحبس كلب وأجيبه وأربطه بسلسلة وأفضل ماشي بيه، ما أخدوش للمقصد الأساسي لاستخدام الكلب اللي هو الحراسة، اللي هو الضرع والزرع. أنا عندي مزرعة، عندي حيوانات، في ممكن دي بيجي ياكلها، أنا بسيب كلبين ثلاثة كده إيه مدربين حوالين الإيه الحظيرة بتاعتي أو الزريبة أو المزرعة إنه يحموها بس. لكن أنا أجيب بقى شورت، ألبس شورت فوق الركبة وأمشي في الشارع وماسك كلب في الشارع، ده بتعمل بيه حضرتك؟ ده أنت راجل محترم، عيب عليك تبقى راجل كده وماسك كلب في الشارع، يعني لا يليق بالرجولة على الأقل. يعني سيبك من الحلال والحرام، احنا بنتكلم عن راجل، حضرتك راجل. انا مش فاهم الرجوله بقى ليها معنى غريب اليومين دول. راجل ماشي. او اسال واحد مثلا يقول ايه ده بيحكي لابنه، ده انا كنت في فرح يا شيخ بقى وبتاع وكده ومزيكا بقى وبتاع ورقصت رقص. يا ولد يا واد انت يا جامد يا متع، الله اكبر عليك، الله اكبر، ده انت كده شرفت الاسلام والمسلمين. رقص ايه يا عم؟ قلت الرقص ده يليق بالرجال؟ هينفع؟ انت راجل اسمك عمر مجدي، عمر يا راجل، ده انت حامل اسم جامد قوي. ينفع انا اروح ارقص وحاجات خايبه وحاجات تقل القيمه؟ ايه الشباب ده الشباب بقى يعني حاجه مرار، يعني مفيش خالص لا نخوه ولا دين ولا ورع ولا رجوله ولا حاجه خالص. فما ينفعش. تمام. او امشي اجيب كلب في الشارع وامشي اجيب كلب، انا هتجيب كلب تعمله بايه؟ والكلب بفلوس سعره حرام الا للحراسه، الزرع او الضرع زي ما قلنا. لكن انا جايبه اعمل بيه نمر على البنات في الشارع وامشي بيه في الشارع وبتاع ورابط لي بقه عشان بس منظره وبتاع، وراح فك بقه عشان اعمل هيصه مع الكلب اللي واحد صاحبي الثاني. ايه ده؟ ايه ده؟ هذا لا يامر به الاسلام بل يمنعه. الامر ده مخالف للشريعه الاسلاميه، فما ينفعش. الخنزير اقذر. الخنزير لا يتغذى الا على القذارات وعلى النجاسات. لدرجه ان هو لما انت لو جبت للخنزير كله بقى بالقرف المهم يعني، فهو لو جبت له برسيم يسيب البرسيم، لو جبت له فاكهه جميله يسيب الفاكهه، جبت له معفانه وزباله وقرف وبتاع وروس ياكل ويمزج اكل. ايه ده؟ ده حيوان قذر. فبالتالي هذان الحيوانان لا يجوز استخدامهم نهائي. مش هاكل لحم الخنزير، يا خبر ابيض، ده بياكل جله وزفت وطين ينفع اكله؟ ايه القرف ده؟ طيب كيفية إزالة نجاسة الكلب والخنزير؟ غسل ما أصابته بماء طهور 7 مرات إحداهن بالتراب. هغسل الآنية أو 7 مرات إحداهن بالتراب. النجاسة المخففة اللي هو بول الصبي لم يبلغ الحولين ولم يتناول مأكولا، يعني واد بيبي حمادة ميشو أخوك الصغنطوط الأمور الجميل عمل بيبيع على هدومك، يا ولع في الجلابيه. لا يا حبيبي، خدها نضحها بشوية مية وخلاص. تمام كده؟ طيب إيه، أنضح عليه شوية مية، رش عليه شوية مية وخلاص. ولا يشترط سيلان الماء عليه، مش لازم احطه تحت الحنفيه، لا بشويه ماء كده وراح ناضحه كده وخلاص انتهى الموضوع كده طهورا. اما البنت لا، البنت لا، كانت ما كانتش لا. طيب النجاسه المتوسطه نجاسه عينيه والتي محسوسه بايه؟ باحد الحواس. هي نوعين، نجاسه عينيه ونجاسه حكميه. يعني ايه عينيه؟ يعني محسوسه شايفها بعيني، لكن محسوسه بشمها بشوفها، يبقى انا استخدمت الحواس. ماشيه كده جميل. طيب النجاسة العينية الطهارة منها يكون بإزالتها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو رائحة، خلاص. أما النجاسة الحكمية هي التي تكون محسوسة بإحدى الحواس، مثال البول الجاف الذي لم يعد له أثر لون ولا رائحة. يبقى الحكمية غير الإيه؟ غير العينية أو الحسية. العينية شبه بالحواس. أما النجاسة الحكمية حكم النجس، حكم يعني مش شايف نجاسة، بس أنا متأكد إن الجلابية دي حمادة اللي بياكل قعد عليها وعمل حمام، انا اعمل ايه في الجلابيه؟ هغسلها كلها عشان ما انا مش عارف انهي حته بقى، خلاص كده مش عارف انهي حته، في هنا ولا في الجنب ده ولا في الديل ده ولا فين حته مش فاكر، ونشفت. ماشي كده يا حبيبي.
فده اسمه حكم. يبقى انا باخد هنا حكم النجاسه وليس اصل النجاسه. اصل النجاسه الحسيه اللي انا شايفها، العينيه اللي انا شايفها. النجاسه الثانيه ما تكونش محسوسه، مش شايفها ولا شاممها ولا اي حاجه خالص. يبقى وانا عارف كويس قوي ان انا شلت حماده ميدو على رجلي وعمل حمام، هقوم اولع في الجلابيه؟ لا، ده الجلابيه غاليه. هقوم اخدها كده واروح داخل على ماما لو سمحتي حماده اخويا ميشو راح عمل حمام على رجلي، وحماده بياكل ما شاء الله محشي وبتنجان وكرنب واديها. في الحاله دي نعمل ايه بقى؟ ما ولعش في الجلابيه، اشطف الجلابيه بماء من الحنفيه كده، خلاص طهرت الجلابيه. او ماما تغسلها وبعد كده بتشطفها كده كده تحت الايه، في الميه الطاهره، مش كده؟ اللي هي مطهر في طاهر في ذاته ومطهر لغيره، الميه المطلقه يعني. فكده يبقى الجلابيه ايه؟ طاهره. ماشي يا باشا؟ حلو قوي. يكفي من طهاره محلها جري الماء وسيلانه عليه كم مره؟ ولو مره واحده. وما الافضل؟ 3 مرات. يعني انا هغسل الجلابيه تحت الحنفيه 3 مرات، تلقى الميه عليها، يبقى كده انا متاكد ان زوال النجاسه ايه؟ زالت من الجلابيه بتاعت حضرتك. طيب ما النجاسه المعفو عنها؟ اليسير من الدم. اليسير من الدم. الدم جرح خفيف، خبطه، خدشه، خربوش، مش عارف ايه، الحاجات البسيطه دي. ما هوش دم سايل، دما مسفوحا مش مسفوح. عند الشافعيه الدم المسفوح يبطل الوضوء. اما في المذاهب الاخرى بيختلفوا مع الامام الشافعي في كده، زي الامام احمد. خلاص، لكن احنا في شافعي دلوقتي. يبقى الشافعي قال لك يسير الدم، يعني هرست جت نقطه دم خلاص، وانا ماشي خبطت راح خدش خربوش كده، مش دم، مش اوعى جدع سد يا جدع الدم، سد الدم ده كده نجس عند الشافعيه. بس ازاي ده الدم اصلا مش نجس، مش حاجه نجس. انت حضرتك هتالف ولا عارف معلومات عن كده؟ لا بس قول لي. لا، ان الدم نزل عند العلماء خلاف في المساله دي، وكل استدلالاته. الامام احمد قال لك نجس ليه؟ ما الصحابه بتحارب وبتتعور وبينزل منها دم، وبعدين يقيم الصلاه بيصلوا من غير وضوء، ما بيتوضوش خلاص، بيتوضا من كده فبيصلي عادي. خلاص. الصحابه كان ممكن يحصل له نزيف زي سيدنا ابن عباس، يحط ايده في في مناخيره كده يسد النزيف والدم مالي ايده وكمل صلاه. ده استدلال مين؟ الامام احمد. اما الشافعيه قال لك لا، لو دم عادي خفيف كده ما ينفعش، عادي سهل يعني نتجاوز عنه. لكن دم غزير في المذهب الشافعي اللي احنا متمذهبين عليه في مادتنا دلوقتي بنشرحها، يبقى في الحاله دي لا، عند الامام الشافعي. كان يو اندرستاند؟ شور؟ ماشي. القيح والصديد بيخرج من الجرح. عندك جرح قديم بيطلع مده، بيطلع بتاع، ما فيش مشكله من الكلام ده شيء يعني خلاص، يعني هتحترز منه ازاي؟ موجود عندك. وكل ما يشق الاحتراز منه، كل ما يشق الاحتراز منه. طيب العله كل ما تفضل من الله تبارك وتعالى علينا رحمه بعباده، يعني الرخصه دي رحمه بينا، تخفيفا ودفعا الحرج عنهم. مش كل ما تخربش، انا شغال في القطن ولا في البتاع، القطن كان ليه شوكه كده زمان يروح ناقشك، هروح اتوضى، اتنكشت هروح اتوضى. بشتغل في ضريب الطوب كان الحجاره تروح خابطه واحد لو حصوه صغير في الطين وتيجي تعمل ايدك كده تروح خربشاك، يبقى هفضل بقى كل دي اخش على الحمام اتوضى بقى. فاهمني؟ فده ان انا الناس عن او منع عن الحرج، يعني دفع عن الحرج اللي عليك. فالدين يسر، مش كده؟ الدين يسر واجب يا عبد المجيد. يبقى احنا كده خلصنا المقصد الرابع كمان، اللي هو خلصنا اول جزء في المقصد الايه؟ الرابع، اللي هو ازاله النجاسه. هنقف على الحيض والنفاس والاستحاضه عشان تبقى انت مستوعب. انتهى الدرس يا عم الجميل. ناخد الدرس اللي بعديه. ناخد اللي بعديه فقه. انا عايز تخلص فقه كله يا راجل؟ طيب ناخد الفقه الايه الدرس دون. يبقى كده خلصنا ايه؟ خلصنا لا، في بعدنا الصلاه بقى، لسه الصلاه. طيب نكمل مفيش مشكله. فصل في احكام الحيض والنفاس مش تبعك حضرتك الكلام ده بقى، تبع البنات والحريم والنساء. لا. تبع مين؟ مش ليا. لا حضرتك يعني انت بيحصل لك الكلام ده، مش ليك. يعني عليم البنات بس وانت لا، انت هتتجوز وليك اخوات بنات، يبقى انت فاهم. ماشي يا عم، تبقى راجل ازهري محترم في البيت، اختك بتسالك مش عارف ترد عليها، مامتك راجعه لابنها الكبير اللي عند حاجه الله اكبر عليه، يعني شيخ في امام في الازهر، تقول لها مش عارف؟ طب ما انت هتعمل تظهر ليه؟ طيب يا سيدي، انواع الدماء اللي تخرج من المراه، يا اما دم حيض يا دم نفاس يا استحاضه. الحيض معروفه عاده عند المراه 4 5 6 ايام، اسبوع بالكثير. عند الست ممكن يزيد عن كده في الحاجات اللي بقى ايه مش نادره يعني. طب الست تعمل ايه؟ تمتنع عن الصلاه وعن الصيام لغايه ما تطهر.
طب تطهر ازاي؟ بتنتهي بينزل ثقيل الاول وبعد كده يخف 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 لغايه ما تيجي حاجه اسمها الغصه البيضاء في الاخر خالص، الستات عارفينها. فخلاص دي اسمها علامه الطهر. علامه الطهر تخش تتشطف وتغتسل الغسل العادي اللي احنا عارفينه وتتوضا وتصلي. طب غير كده ليس عليها صلاه. لا اعاده للصلاه ولكن اعاده للصيام. في رمضان جت اسبوع في رمضان حصل لها الحيض دون، بتفطر وتعوض فين؟ في اي وقت تاني. خلاص؟ ليه؟ احنا بنعوض المرأة تعوض الايه؟ الصيام ولا تعوض الايه؟ الصلاة. للمشقة. اصل الصلاة دي حضرتك على طول بيجي لها كل شهر. يعني كل شهر 5 6 ايام 7 ايام 5 6 ايام 7 ايام كل شهر. اما الصيام هو شهر واحد في السنة كلها. فلو فضلت 5 ايام في السنة تقضيه مفيش مشاكل، مش مشقة. لكن لو انا في الصلاه نزعا او دفع للمشقه على البشر، شوف التيسير بتاع ربنا سبحانه وتعالى حاجه جميله قوي. يبقى الست لا ما فيش مشكله يا ستي، ربنا سامحك في موضوع الصلاه ما فيش مشاكل. خلاص يا عم الجميل؟ كان يو اندرستاند ولا نص اندرستاند ولا نظامك ايه؟ اي حاجه؟ نهارك ابيض. طيب يبقى الحيض هو دم الخارج من المراه على سبيل الصحه، يعني مش مريضه، يعني سليمه، ما عندهاش نزيف داخلي، ما عندهاش حاجه في الرحم وبتنزل دم، ما عندهاش جرح ولا حاجه بتنزل دم، لا ده الدم العادي المعروف عندها الطبيعي اللي لو صحتها ده كده سليمه. الست اللي بتحيض دي سليمه مش مريضه. ليه؟ لانها كده حاجه اسمها عندنا بتاخدها انت في العلوم لما تكبر ان البويضات بتبدا ما بتخصبش فبتنزل على هيئه ايه؟ دم. خلاص يعني خلاص العمليه التلقيح بتاع البويضات ما نفعش فبينزل على هيئه ايه؟ دم استفراغا للرحم عشان يستقبل بويضات جديده ونشطه ويبدا تحمل مره ثانيه. فاهم حاجه؟ لكن اللي بتحيضش دي بقى خالص بنشوفها ايه مشكله، هل في مشكله عندها في المبايض، في مشكله عندها في الرحم، في مشكله عندها في حاجه، او اللي بتحيض على طول او بتنزل دم على طول دي مريضه، يبقى ده اسمه استحاضه. يبقى فرق بين الحيض يا عم الحاج عادي، البنت سليمه، البنت سليمه، الست سليمه، بينزل منها كل شهر، هي عارفه نفسها، كل ست عارفه نفسها ان عندها الوضع ده وبتبقى مستنياه، ده هتجيلي النهارده هتجيلي بكره مش عارف ايه، يبقى هي عارفه كويس قوي. تمام؟ بتقعد مده بتاعتها ده هطهر النهارده بالليل او الصبح، هي عارفه كويس قوي لانها مش اول مره، اسمها عاده، يعني كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر لغايه ما نوصل سن كبير في السن بقى 50 55 بقى تبدا تقطع عنها، اسمه سن الياس. خلاص يا عم الجميل؟ فهمنا دي كويس قوي. طيب اقل يوم وليله، يعني واحده تحيض يوم وليله وخلص الموضوع. اكثره 15 ايه؟ 15 يوم بليلهم، غالبه 6 7 ايام، يعني اغلب النساء 6 7 ايام 5 ايام 4 ايام وخلاص الموضوع. في نساء بتبقى زياده شويه، بتحيض زياده شويه، يعني مثلا تاخد لها 15 يوم، فدي قليل نادر، يعني احنا في حياتنا ممكن ما سمعناش حاجه زي كده في وجود محيطنا احنا اولادنا وقرايب، يعني ما خدناش بالنا من الكلام ده، مش موجود. لكن في موجود في نساء كده، زي مثلا في النفاس ممكن واحده تطهر دلوقتي اهو تولد وتطهر وخلاص، ممكن يومين 3 وتطهر، في واحده تقعد 20 25 30 40 يوم اقصار. الناس بقى فاهمه يقول لك لا يا عم انا مراتي نفاس ولازم اقعد 40 يوم. مين قال لك انك تقعد 40 يوم؟ انت مراتك تطهر امتى؟ اسبوع 10 ايام 5 ايام خلاص طهرت، بعد النفاس خلاص يبقى طهرت انتهت. تقوم تصلي الست نايمه، ايه يا حق انا سنه يا اختي نفاس هقعد 40 يوم. مين قال لك 40 يوم؟ 40 يوم دول اقصى حاجه، ودي في النوادر مش كتير الكلام ده. فاهم حاجه يا عبد المجيد؟ طيب النفاس هو الدم الخارج عقب الولاده ولو بلحظه، يعني ولدت ونزلت نقطه دم والواد نزل جميل الجميل وتمام التمام خدوه ظبطوه، دي مفيش مشكله طهرت دلوقتي. طالما الدم نزل دقيقه واحده او لحظه وخلص مفيش دم تاني خلاص يبقى اسمها طهرت، يجوز لها انها تقوم وتصلي وتعمل وتتجوز لو كانت ايه؟ لو كانت جوزها يعني مش موجود او عفوا يعني مطلقها ولا حاجه تتجوز عادي. طيب 60 يوم يبقى اكثر زمنه له، قال 60 ايه؟ الدم الخارج عقب الولاده 60 يوم، وقيل 40 يوم، هو الاشهر 40 يوم. 60 يوم ده بقى يعني ده عذاب، ده 60 يوم كتير قوي. فهنا بياخد اقصى حاجه على النساء، بتبقى حالات نادره قوي، يبقى 40 يوم، و40 يوم برضك نادره قوي مش كتير. 40 يوم دول بس هو المعمم ليه يعني ولا يومين 3 اسبوع ولا 60 يوم، في الوسط بين ده وده اغلب النساء يعني. خلاص يا عم الجميل؟ الاستحاضه بقى وركز قوي وبناتنا حبايبنا ركزوا قوي. حضرتك عارفه العاده بتاعتك بتنزل عليكي، الدم بينزل عليكي يوم 2 3 4 5 حافظاهم، كم شهر عربي، يوم كذا بيجي لي في يوم كذا بينزل كده، حفظت حضرتك. طب بعد كده لقيت ايه؟ اسبوع عدى
10 ايام عدوا، 15 يوم عدوا، 20 يوم عدوا، والدنيا عماله تسيل دم دم دم، لا حضرتك في هنا مرض. هتروح يا اما في دربكه في الهرمونات، عندك مشكله في الهرمونات، يا اما في تكيس على المبايض، يا اما في مش عارف ايه، حاجات خاصه بطب النساء بقى مالناش فيه احنا. فهتروح تعرضي نفسك على طبيبه مسلمه، انا عندي كذا دكتوره، تقول لك والله تعالي حبيبتي حللي دي، لا ده انت عندك مشكله في الهرمونات، خدي علاج ده، انت عندك مشكله في كذا اعملي كذا، احنا محتاجين عمليه كذا كذا، فهمنا احنا عايزين نعالج ده منين. لكن تقعد 15 20 يوم، شهر شهرين ثلاثه وما تصليش، يا سلام يا حلاوه. لا، يبقى دم الاستحاضه يا عم النجم تتشطف كل مره، هتصلي تروح الحمام تتشطف كويس وتنظف نفسها كويس من الدم وتتوضا وتصلي على طول. خلاص يا عم. ليه؟ لان هنا ماهوش حيض، ده اسمه استحاضه. اسمه ايه يا باشا؟ استحاضه. كان يو اندرستاند ولا نص اندرستاند ولا ربع ولا ايه اي حاجه يا راجل؟ يبقى انا كده فهمنا الدرس اللذيذ دون، في اللذيذ اهو، ما فيش مشكله. يبقى انا راجل ازهري فهمت، وراجل دلوقتي الله اكبر راجل داخل الجيش اهو، يعني حاجه كبيره الله اكبر. يبقى فاهم يعني ايه لما ستوت اختك تبلغ كده تكبر ويحصل لها الموضوع ده، ومامتك عندها علم ما عندهاش، يا ماما ده كذا درسناه كذا كذا يا ماما، يبقى انت فاهم. لكن قاعد طربوش في البيت مش فاهم اي حاجه، واخواتك البنات ومعاك بنتين، اللهم صل على النبي ربنا يوسع ويزيد ويبارك، يبقى انت معاك بنتين اخوات. خلاص انت دلوقتي الله اكبر ايه مرجع العيله بقى، راجل ازهري ها، يبقى انت مرجع العيله في الفتوى في الحته دي. بس ما تطخش لو مش عارف، اسال شيخك او استاذك، ما تطخش. يبقى في الحاله دي انا عرفت دلوقتي وفهمت في الازهر اهو حاجات الناس اللي في العوام بره، العيال الصغيره اللي معايا في سني مش عارفين حاجه. يبقى ده فضل التعليم في الازهر، انا بعرف كل حاجه وبضابط شرعي الدين، مش قله ادب. الحيض ده شيء معروف بيجي عند البنات كلها. طب والنفاس بيجي، ماما بتولد، تيتا بتولد، عمته بتولد، خالته بتولد، ست مش عارف ايه، بنت خالته، فاهمه، فخلاص شيء موجود معانا في الحياه. رايح سبوع عند مين، ده بنت خالتي ولدت، خلاص ما انت عارف هيقول. طب تعمل ايه؟ انت راجل بقى فاهم بقى. ممكن مامتك تيجي تقول لك يا حبيبي هي حبيبي عندها كذا كذا، طب مش عارفه الدين بيقول ايه في الحته دي، يا ماما كذا كذا، يا ماما لو تعبت، يبقى انت فاهم، يبقى انت فاهم. خلاص يا باشا، حلو ده، فهمت؟ الاستحاضة قلناها، والمستحاضة تتحفظ وتصلي وتصوم، تعمل كل حاجة، تعيش حياتها لغاية ما تشوف بقى مشكلتها الطبية. هنا أصبح هنا مرض وليس عادة. كان يو أندرستاند يا عم النجم؟ ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم عليها إيه بقى؟ الصلاة فرضا ونفلا، ما تصليش خالص، والسجد والكلام ده كله، سجدة التلاوة والشكر والحاجات دي كلها. الصوم فرضا ونفلا، ما تصومش، انا هصوم تطوع مش هصوم فرض عشان انا عندي حد يخت ولا عندي نفاس لا يا حبيبي ما ينفعش. مس المصحف وحمله الا بحائل، او لو كان عندها ورد تسمعه بدون ما تمسك المصحف. المكس في المسجد، ما تنفعش تخش المسجد وتقعد فيه وهي بالمنظر ده. الطواف فرضا او نفلا، ما ينفعش تطوف بالحرم في الكعبه وهي كده. جماع الزوجة لزوجته، ما ينفعش الراجل ياتي زوجته، ياتي حلاله مراته، ما ينفعش يجي يمتها وهي عندها الموضوع ده. ماشي يا عم النجم؟ وكده خلصنا جانب كتير من الفقه اللي احنا مطالبين بيه. قدامنا بعد كده الصلاة. ماشي؟ لا مش دلوقتي بقى، انت خلاص يعني حبيت الكلام ولا ايه؟ يعني عجبك الكلام؟ يبقى ده القاهرة اهو، محافظات القاهرة والمحافظات الليالي يا عم الشيخ. هيبقى قدامنا الصلاة بعد كده إن شاء الله عز وجل، أحكام الصلاة، وبعدين شروط الصلاة وصحة الصلاة، استقبال القبلة والحاجات اللذيذة دي. وكده يكون خلصنا يا عم النجم، والدعاء بتاع الصبح بتاع القنوت. كده خلصنا الفقه في الترم الأول إن شاء الله. الحصة اللي جاية أو اللي بعدين.